لو بتدوري على حلا رمضاني سهل وسريع ومن غير مجهود، حرفيا ده حلا المستعجلين او ضيوف الغفلة. هنعمل مع بعض جلاش رول حلو ومقرمش من بره وطري من جوه بمكونات بسيطة متوفرة في البيت وفي وقت قياسي. ينفع معاكي بقى للعزومات بعد الفطار او تحلية سريعة للاولاد او ضيوف كده الغفلة. بس فضلا وليس امرا ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتفعلوا الجرس وتكتبوا تعليق جميل زي قلوبكم علشان يوصل لكم كل جديد من قناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لك بقى حلا بسيط سهل ينفع لرمضان، ينفع معاكي بقى وانتي مشغولة وبتعملي شغل كتير في قلب البيت، او مثلا بقى عندك عزومة كبيرة او انتي قاعدة كده ومخلصين بقى الحلويات اللي عندكم وعايزة تعملي بقى حاجة حلوة للولاد، وقال جالك مثلا ضيوف كده على سوا، حرفيا هتعمليها وهما بيكلموك في التليفون وطالعين على السلم. هتجيبي كده لفة الجلاش اللي مركونة عندك، دي كانت جايالي مع العرض بتاع الجبنة اللي هي بتاعة البيتزا دي، فجبتها طلعتها وهي رول زي ما هي خالص، مش مشكلة هي فيها ايه من جوه مقطعة مكسرة، احنا هنقطعها كده زي الرول زي ما هي. المقاس اللي يعجبك 2 سنتي 3 سنتي براحتك خالص. عدي كده بصوابعك وقطعيها صباعين 3 لحد ما تقطعي الرول كله بالطريقة اللي انت شايفاها دي. مخدتش معانا وقت ولا خدت معانا اي مجهود. هجيب بقى مادة دهنية، هدهن كده الطبق اللي انا هعمل فيه او البايركس اللي انا هعملها فيه، وهبتدي ارصهم واقفين، يعني هبتدي اضيرها بقى كده واعدل الرول بتاعي واوقفهم فيها. المادة الدهنية براحتك خالص، زبدة على سمنة، سمنة على زيت، سمنة نباتي، سمنة فلاحي اللي موجود عندك. هحط لها بقى رشة فانيليا ومعلقة من البيكنج باودر. ليه؟ علشان تساعد على ان الجلاش بتاعي يبقى هش ومفرخ كده من جوه. هبتدي بقى اسقي المادة الدهنية دي للجلاش. انا ما حطيتش في المادة الدهنية اللي دهنت بيها عشان ما تتحرقش معايا عشان الفانيليا، لكن انا هدهن بيها الرولات بقى كويس جدا. هحاول اغلغل كده المادة الدهنية جوه الرول من جوه علشان يفرغ معايا في نفس الوقت يديني ايه القرمشة. تقولي لي يا اختي الكاميرا كانت مزغلله هنا كده ليه؟ اقولك والنبي ما اعرف، شكلها كده كانت ايه جعانه ومهبطه فعينيها زغللت، والنبي ما اعرف هي عملت كده ازاي. المهم سقيتها بالشربات البارد بعد ما دخلتها على درجه حراره متوسطه. لو الشوايه عندك، لو الفرن مش بيحمر الوش حمريها في الشوايه. هنقدمها بقى سواري، ما هي حاجه بقى مش عشان هي بسيطه وسهله كده هنقدمها اي كلام، لا. هنجيب بقى الاطباق بتاعه الكب كيك كده، الورق بتاع الكب كيك، ونرصهم فيها زينها كده بفروته مسكره. الفستق الكداب براحتك خالص، عندك شوكليت شيبس، عندك شوكولاته سايحه من اللي هي القابله للدهن، اي حاجه عندك اديها كده على الوش ديكوريشن حلو زي قلبك الجميل كده. بس ما تنسيش تكتبي لي تعليق حلو وتحطي لايك عشان الفيديو يوصل لكل حبايبك وكل حبايبي ونكبر بيكوا وليكوا. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. حلا رمضاني سهل وبسيط. بصوا لي على الجمال، بصوا بقى من جوه قد ايه هي طريه وفي نفس الوقت هشه ومقرمشه، سهله وبسيطه. بحبكم في الله، اختكم في الله سماح، منوعات اسره بسيطه. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم. وما تنسوش تكتبوا لنا التعليق زي قلوبكم او ذكر لله تؤجري عليه. احنا في رمضان، صلي على الرسول كتير واستغفروا كتير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى